حياكم الله يا شباب. هذا أول محاولة للسباحة الفرخ. هذا طبعا أول شي جبت له الأسود، لكن أفضل من الحمام الأسود إنه يكون شفاف عشان الطير يشوف الماي. هو بالفطرة سبحان الله يبي يسبح، لكن إذا ما تعلمه إنه يسبح من هو فرخ يقوم لكبر مرات يخاف من الماي أو يخاف من المسبحية. فحلو تعلمه من هو صغير، شوفه يتشجع السباحة ونفسيته تصير حلوة. ممكن يفتح تغريد أسرع. طبعا أنا حاولت أغدر فيه هذا المرة الأولى وحاولت أغدر فيه مرة ثانية أروحه، لكن استجاب من نفسه وطاب. المرة الأولى ممكن تكفيه بس إنه يطب مرة، يعني أنا خففت الماي لا مهم يكون خفيف، المغطس ما يكون عميق، لأنه فارغ إذا خاف ما بيطب. أنا سباح وأحرك له الماي بصبعي عشان يعرف إن هذا الماي، واستجاب الحمد لله رب العالمين. طبعا العملية أخذت وياي ممكن 7 دقائق 5 دقائق، لكن هنا الفيديو مختصر. طبعا تخلي ما يمه تحركه يستوعب، ما تجبره طبعا، لكن تساعده، ما تجبره انه تداخله غاصب لانه بيخاف تصير ردة فعل عكسية. والسباحة تنظف ريشه، تسهل تساقط الريش، ان الفرخ دائما بيبدل الى ريش بيهد ريش الفرخ دائما، تحسن من نفسيته. والله يبارك في حلالنا وحلالكم.